في قلب الصعيد كان في راجل اسمه فتاح الصعيدي، راجل الشرف كلمته والطيبة عنوانه. فتاح في يوم من الأيام لقى بنت يتيمة مقطوعة من شجرة، لا ليها لا حبيب ولا قريب. بدل ما يسيبها للظروف خدها في حضنه وقال دي بنتي ورزقها على الله. لكن إخواته ما كانش عاجبهم الكلام ده، وقالوا له أنت بتجيب لنفسك حمل زيادة ليه؟ ومن هنا بدأت نار الغيرة والظلم تأكل في قلوبهم. تقسيم الميراث وظلم الإخوة. لما جه وقت توزيع ورث الأرض، إخواته اتفقوا عليه. أخدوا هم الأراضي الواسعة اللي على الترعة اللي تربتها سودة وبترمي خير، ورموا الفتاح حتة أرض في طرف الجبل عبارة عن مقلب زبالة وردم، ما فيهاش نخلة ولا شجرة ولا حتى عرق أخضر. ضحكوا عليه وقالوا خد دي على قدك عشان تعرف تصرف على البنت اليتيمة اللي جبتها لنا. وأهل البلد كلهم كانوا بيعدوا عليه ويقولوا يا فتاح، ضحكوا عليك إخواتك، سابولك الخرابة وأخدوا الجنة، إزاي قلبك يطوعك ترضى بالظلم ده؟ رد فتاح الصعيدي بكلمة واحدة ويقين يهز الجبال: أنا راضي، واليتيمة اللي ربيتها دي هي بركتي، وربنا مش هيضيعني أنا وهي. شقاء أبو ربيع ومعجزة الأرض. فتاح الصعيدي مكسلش، كان بياخد البنت اليتيمة معاه الأرض كل يوم، هو ينضف الزبالة ويشيل الردم، وهي تلعب جنبه وتدعيله بقلبها الصغير. وفي يوم شمسه حامية وهو بيهد دكة ناشفة وقوية في نص الأرض عشان يسويها، خبط الفأس خبطة رنت في ودانه زي الجرس. حفر فتاح بعزم ما فيه والتراب ملا وشه لحد ما ظهر له صندوق حديد قديم، فتحة فبرقت عينه من لمعان الذهب والمجوهرات. ربنا بعت له كنز تحت الزبالة، كأن الأرض كانت مخبية مكافئته على حنيته على اليتيمة وعلى صبره على ظلم إخواته. ميزان العدل الإلهي. ودارت الأيام والآية اتعكست تماما. إخوات فتاح الأرض اللي أخدوها بالظلم بارت، الزرع كان بيموت قبل ما يطرح، وكل ما يدخلوا في تجارة يخسروا، والفقر دخل بيوتهم رغم مساحة أرضهم الواسعة. فتاح الصعيدي حتة الأرض اللي كانت زبالة بقت جنة خضراء وقصر كبير، والبنت اليتيمة كبرت وبقت سنده وفرحة عينه. وقف فتاح الصعيدي وسط أرضه والكل بيبصله بذهول، وقال كلمته اللي بقت حكمة في البلد: يا ناس، الرزق مش باللي بتخطفه، الرزق باللي ربنا بيبارك فيه. أنا كسبت ببركة اليتيمة وبصبري على الوجع، واللي يسلمها لله عمره ما يضيع. عاش فتاح الصعيدي وبنته في عز وهناء، وبقت قصته درس لكل واحد يفتكر إن الظلم ممكن ينفع.